والله بجد بجد انا حزين جدا على اللي حاصل لاحمد ابو زيد بصراحه. يعني حتى الامل في ان الواحد يتطور ولا يبقى احسن ولا يبقى يفيد او ليه طيب. يعني انا مش شايف سبب مقنع ان الراجل ده يتحبس. اتجار في العمله. طيب، اتجار في العمله ياخد جزاؤه وتمام يطلع بعد كده ويمارس نشاطه، وبعد كده يكون في مثلا محددات قانونيه مثلا او حاجه. لكن يتاخد منه القناة ويتاخد منه حسابات السوشيال ميديا كلها، ويتاخد منه ولا كأنه كان بيعمل حاجة شر يعني مستطير. يعني حاجة مش مفهومة بصراحة. يعني النهاردة لسه شايف فيديو برضو وتصريحات الأمن وتصريحات. طب وليه يعني؟ ده واحد مشهور وله شعبية يعني. ليه طيب؟ بدل ما الدولة تستفاد منه ويكون واجهة لمصر. الراجل رايح الإمارات على جايزة كبيرة جدا، مليون دولار، وواجهة لمصر وبيمثل مصر. ويعني كويس ان في حد اصلا من اهل مصر او من ابناء مصر يعني عنده القدرة دي وعنده الحماسة دي وعنده ترتيبة الافكار دي وعنده القدرة في انه يعمل ويطور نفسه ويطور اللي حواليه يعني انا مش قادر اتخيل بصراحة. الناس كلها حزينة والناس كلها مخنوقة والناس كلها يعني، ثم كمان انت يعني جاي في حد. الحد ده اساسا ليه شعبيه على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا قويه واليوتيوب قوي وانتشاره اوسع بكتير من التلفزيون واوسع كتير من الجرايد واوسع كتير. في شعبيه كبيره، في شعبيه يعني. اجراء مش عارف له توجه بصراحه. لو هو مذنب ياخد جزاءه ويطلع زي اي حد ما بياخد جزاءه ويطلع. على مش يعني الموضوع في ان هو حسابات السوشيال ميديا وتاخد منه فلوسه وتاخد منه حاجات الموضوع مش مفهوم اطلاقا يعني. ربنا يستر علينا جميعا. واحد اساسا يعني انتوا عارفين الوضع شكله ازاي والدنيا والناس بتتعايش يعني، لكن هوب موضوع ما يخنق بقى كل البشر. ليه طيب؟ الله اعلم. الله اعلم، يمكن محدش عارف فين الحقيقه برضه. لكن الواضح للعيان، الواضح للناس كلها ان الموضوع اوفر. الموضوع كده مش حاجه يعني الناس تتبسط بيها، ولا حد مثلا يكون تحطيم للشباب وتحطيم للطموح وتحطيم لكل حاجه. ايه السبب؟ ليه بنعمل كده؟ محدش فاهم، محدش عارف. هل هو مثلا ما كانش ينفع ان هو يكسب الجايزة؟ طب ممكن كان يخسر، ايه مشكلة يعني؟ يعني ليه كل حد يطلع او يتعدى حدود معينة من المصريين في الاخص؟ ولا ايه؟ برضو ما الواحد مربوك مش فاهم ايه الوضع، مش فاهم. ليه دايما تلاقي مثلا عالم مثلا مش عارف ايه مصري، هوب حصلت له مشكلة كده. حد نجح تعدى حدوده في هوب ليه؟ ايه احنا مصريين يعني احنا هنعمل ايه يعني؟ هنعمل ايه للناس ولا هنعمل ايه للعالم ولا؟ ليه دايما عندنا حتة ان اللي هو ايه عكس التوقعات؟ ليه دايما مش عارف. ربنا يستر. بجد بجد ربنا يستر.